السلام عليكم. لقاء يتجدد بكم كل يوم اثنين في القصة الأسبوعية، واليوم بطلة قصتنا سميتها ريني. فعمرها 20 عام وكتقرا في مدرسة الحلاقة، والحلم ديالها يكون عندها صالون تجميل. كانت كتوجد الاحتفال بعيد ميلاد ديالها 21 وتنتقل تعيش في دار جديدة. كانت تتموت على الحبيب ديالها وكتسنى غير فوقاش يتزوجوا. كانت ريني كتظن بأنها التقات بالفارس الأحلام ديالها. قدمته لعائلتها سميتو برايدن، عنده 24 عام وخدام خدمة زوينة. كل هاد الأحلام الوردية تبخرات لأنه واحد الشخص قريب منها بزاف كيتلاعب بيها وبرايدن وبعائلتها بحال شي كراكيز. إذن يلا نكتشفوا قصتهم. تولدات ريني في 15 أكتوبر 1992 في سيدني في أستراليا. ماماها تيريزا وباباها جيمي. انفصلوا والديها وهي باقا صغيرة. من بعد ماماها تيريزا تزوجات واحد الراجل سميتو مارك اللي ولا هو الأب في حياة ريني. كانت ريني ظريفة بزاف ومحبة للحياة واجتماعية، وكانت كتبغي والديها وكتبغي خوتها اللي صغر منها اللي هما خوتها من امها ماشي الأشقاء ديالها. كانت ريني كتستعد للاحتفال بعيد ميلادها 21 وكانت فرحانة لأنها غتحتفل بعيد ميلادها مع عائلتها وصحابها. ولكن الحاجة الوحيدة اللي كانت منغصة عليها حياتها والفرحة ديالها هو غياب واحد الشخص عزيز عليها بزاف اللي هو حبيبها برايدن. ريني وبرايدن كانوا في علاقة منذ أواخر عام 2011 وكانوا كيخططوا للزواج من بعد عيد ميلاد ريني 21. ولكن برايدن ما قدش يهنئها تهنئة شخصية بالمناسبة لأنه كان محبوس في الحبس في واحد الولاية سميتها ولاية نيو ساوث ويلز بسبب واحد الحادثة سيارة اللي أدت الوفاة نتاع واحد الصديق ديالو في شتاء عام 2011. قالت ريني لوالديها بأنها كتبغي واحد الدري سميتو برايدن، قدمته لها صاحبتها كاميلا زيدان، وقالت لهم بأنه عمره 24 عام وكيقرا في مدرسة مزيانة وخدام في شركة بناء نتاع الأسرة ديالهم، وهذا الشيء كله قبل ما يدخل الحبس. ورات ريني لماماها صورة برايدن. ماماها شافته بأنه إنسان ما بيش زوين وباين عليه معقول وولد الناس. قالت ريني لماماها بأنهم كيتبادلوا المساجات عبر فيسبوك، وهي ما يمكنش تمشي تزورو في السجن لأن برايدن تنازل على حق الزيارة باش يحصل على مدة سجنية أقل، وما يمكنش ليها تهضر معه حتى في التليفون لأنه ما كيبغي حتى واحد يعرف بأن عنده تليفون وكيستعمله. ولكن كانوا كيصيفطوا لبعضياتهم لي ميساج كل نهار تقريبا. طورت قصة الحب ديالهم بسرعة، وفي ديسمبر 2011 اتصل برايدن بتيريزا وقال لها راه بنتك باغا تنتحر. تيريزا سولاتو علاش ريني باغا تنتحر، قال لها سولي راسك، وقالها لها بواحد الطريقة اللي ما زويناش وما كتدلش على الاحترام ولا الاداب. من بعد مشات تيريزا عند ريني في بيتها وسولات ريني على شنو هو واقع. قالت ريني لماماها باش ما تخافش راها مزيانه وما كاين حتى مشكل، غير علاقتها برايدن راها انتهت. المهم منين تيريزا شافت بانه بنتها راها ترونكيل وكتستعد باش تخرج، حتى هي كانت خصها تمشي تجيب وليداتها الثلاثه من المدرسه، يعني ديك الساعات باقيين صغار. ما كانتش عارفه بان هذاك النهار غيكون اخر نهار غتشوف فيه بنتها ريني. خرجت ريني وركبات الطوموبيله ديالها وبقات سايقه تقريبا 50 دقيقه حتى وصلت لواحد الجرف سميتو جرف غولفهاغن كيطلع للمحيط. قربت من الجرف، وقفات الطوموبيل ونزلات، وهي غاده في الطريق كتبت 3 د لي ميساج لماماها وميساج لصاحبتها كاميلا وميساج لبرايدن. كاميرات المراقبه شافت ريني في ديك اللحظه وهي كترمي التليفون ديالها من فوق داك الجرف، ومن بعد اختفت ريني كتبت في هذاك الميساج لماماها بانها كتبغي ماماها بزاف، وطلبات من ماماها تسمح ليها على الالم اللي غتسبب ليها. ديك ساعات تيريزا ملي قرات هذاك الميساج بغات تتصل ببنتها، ولكن التليفون ديالها ما كانش كيجاوب. تيريزا عيطات لكاميلا وسولاتها، قالت لها واش كتعرفي ريني فينا هي، ولكن كاميلا حتى هي ما كانتش عارفه فينا هي ريني. كاميلا اقترحت على تيريزا يتلاقاو ويمشيو يقلبوا على ريني بجوجهم. مشاو كيزوروا كاع لهادوك الاماكن اللي كانت ريني كتعتاد تمشي ليهم بحال مطعم ماكدونالدز، ومشاو حتى دار خو برايدن. ولكن منين ما شافوش الطوموبيله نتاع ريني مشاو فحالهم، ظنوا ان الوضع خطير وعيطوا للبوليس.
ولكن البوليس في حالة بحال هادي ما كيخرجش، لان بنت فوق 20 عام اختفات من حقها الاختفاء. ولكن منين قراو لي ميساج اكتشفوا بان هذوك لي ميساج عندهم واحد الدلاله خايبه بزاف، فناضوا كيتحركوا بسرعه. اتصلت الشرطه بشركه الاتصالات، اكتشفوا بان التليفون ديالها طفى في الساعه 5:58 حدا هذاك الجرف اللي كيطلع للمحيط. مشات الشرطه بسرعه لهذيك البلاصه ولقاو سياره ريني على بعد تقريبا 150 متر من هذاك الجرف. والداخل في السياره لقاو واحد الكارت بوستال كان كاتبها برايدن ريني، ولقاو واحد تليفون ايفون باد ديال ريني، ولكن ما كاين حتى اثر ديال ريني. الشرطه فهمت بان هذه قضيه انتحار، رجعوا في حالهم وغلقوا التحقيق. ولكن العائله ما عجبتهاش هذه النهايه، بقات خصها تقلب على السؤال علاش ريني انتحرات وشنو اللي طرا وشنو اللي ادى بنتهم لهاد الحاله. ديك الساعات ماركو تيريزا اتهموا برايدن بانه هو السبب في هذا الشيء، لانه هو اللي انفصل على بنتهم في هذاك النهار. حاولوا يتواصلوا معاه ولكن ما كانش كيرد عليهم. ومن بعد هما يدوزوا لكاميلا، حيت كاميلا كانت كتعرف برايدن شخصيا. ولكن كانت كاميلا خايفه اكثر على برايدن من ما طرا لصاحبتها ريني. وقالت كاميلا لعائله ريني بانهم ما يبقاوش يتصلوا ببرايدن، لان برايدن هو اللي كيعاني وخصهم ما يعاودوش يصدعوه بالتليفونات ديالهم. ولكن منين تيريزا قالت لكاميلا بانها تعطي الرقم التليفون تاع برايدن للبوليس، ديك الساعات ملامح كاميلا تبدلوا ولا وجهها كيمشي الوان. وبدات كتطلب في تيريزا انها تراجع على هذا الشيء وما تصيفطش وما تبلغش الشرطه. وبدات كتقول شي اشياء ما عندها حتى منطق. وباش نفهموا السلوك ديال كاميلا وعلاش كتتصرف بهذه الطريقه نرجعوا للماضي. منين كانت ريني وكاميلا عندهم 14 عام، تعرفات ريني وكاميلا ولاو صحابات. ولكن تيريزا مامات ريني ما كانتش متفقه على هذه الصداقه، لانها شافت بان كاميلا كتاثر بالخايب على بنتها ما بقاتش كتقرا مزيان، وبدات كتهرب من المدرسه، وبدات حتى كتكمي. ريني اعترفت واحد النهار لبنت عمها ستيفاني بان كاميلا كانت كتضربها بعض المرات وكانت كتعامل معها بقسوه. من كان عندهم 18 عام التقات ريني بواحد الولد سميتو انغوس كان واحد الولد ظريف وكيتعامل مع ريني بواحد المعامله مزيانه. وبقات ريني وانغوس في علاقه لمده عامين، وكانوا متاكدين بان راه علاقتهم جديه بزاف، وبداو كيخططوا للمستقبل ديالهم وكيفكروا بانهم غيولدوا 4 تاع الوليدات. انغوس اعترف بان هذوك السنوات كانوا افضل سنوات ديال الحياه ديالو، ولكن كان متاكد بان كاميلا كتحاول انها تهدم هذه العلاقه. وواحد النهار وفجاه قررت ريني انها تنفصل على انغوس تصدم وما فهم والو. ريني شافت واحد الرساله بان انغوس كاتبها وكيقول فيها بانه ما ناويش الزواج من ريني وانه غير كيدوز الوقت بها. وكانت كاميلا هي اللي ورات ريني هاد الرساله. مباشره ريني من شافت هاد الرساله قطعت العلاقه مع انغوس. ومن بعد مده قليله قدمت كاميلا برايدن ريني. مباشره بدات ريني وبرايدن كيتبادلوا الرسائل، وكانت ريني فرحانه بزاف لانها لقات واحد الشخص اللي عنده نفس الافكار ونفس الرغبات بحالها، مثلا انها يتزوجوا ويكونوا عندهم اسره سعيده ويكونوا عندهم وليدات. ولكن السؤال المطروح الان، علاش برايدن بغى ينفصل على ريني؟ دازت الايام ومن بعد شهر الشرطه صيفطات هاتف ريني لوالديها. اكتشفوا ان ريني وكاميلا وبرايدن صيفطوا لبعضياتهم 11,000 رساله. اكتشفوا واحد الحاجه غريبه، هو انه منين كانت كاميلا كتكتب لي ميساج برايدن ما كيكونش ديك الساعات كيكتب، حتى تتسالي كاميلا عاد برايدن كيولي يكتب لي ميساج. والعكس صحيح، ملي كيكون برايدن كيصيفط لي ميساج ريني، كاميلا ما كتصيفط حتى ميساج، حتى تيسالي برايدن عاد كاميلا كتولي تصيفط لي ميساج. اكتشفوا واحد الحاجه اخرى، هو انه الكتابه ديالهم والطريقه تاع التعبير ديالهم والاخطاء ديالهم في الكتابه بحال يعني بحال نفس الشخص هو اللي كيكتب. ديك الساعات ماركو وتيريزا قرروا انهم غيتصلوا بالسجن وغيسولوا على هاد برايدن. ولكن المفاجاه انهم ما لقاو حتى واحد سميتو برايدن. مشى مارك عند البوليس وخبرهم بهاد الاستنتاجات.
قام البوليس بالتحقيق ديالو، واكتشفوا ان الرسائل اللي كيصيفطها برايدن كانت كتصيفط من نفس برج الاتصالات اللاسلكيه اللي كانت كتصيفط منها كاميلا، وهذا البرج كان بعيد على السجن اللي من المفترض يكون فيه برايدن. وباش نفهموا شنو وقع في عام 2013 منين مشات كاميلا في عطله للولايات المتحده الامريكيه، كان برايدن ديك الساعات بحال كيتسنى القضيه ديالو. ريني بقات بوحدها لان صاحبتها مسافره والحبيب ديالها كان في السجن. ديك الساعات تعمقات علاقه ريني ببرايدن وبقاو كيتصيفطوا لي ميساج على طول النهار، ولكن كان عند ريني الوقت بانها تفكر وتسترجع الشريط الذكريات ديالها، واكتشفت بان صاحبتها كامله هي واحد الانسانه كتغير منها وما كتستحقش الصداقه ديالها. ديك الساعات كتبات ريني لكاميلا، قالت لها بان غتقطع العلاقه ديالها بها، ولكن كاميلا ما قدرتش تقرا ديك الرساله لان كانت في الولايات المتحده ديك الساعه. ولكن اون فوا رجعات لاستراليا قرات رساله ريني. صدمات كاميلا من هذاك الميساج لان ما توقعاتش ان صاحبتها تكتب لها هذاك الميساج، وكان انتقام منها. كتبات رساله على انها من طرف برايدن وكتقول لها بان العلاقه انتهت وبانها ما باغاش تعرف ريني من بعد. كانت كاميلا عارفه مزيان هذاك الخطر اللي كيشكلو الميساج ديالها على الحياه نتاع صاحبتها. اكتشف المحققون كاميلا دارت واحد البروفيل على الفيسبوك سماتو برايدن، وهي اللي كانت كتواصل مع ريني طول هاد المده. كاميلا اصطنعات هاد الشخصيه الوهميه باش تحكم في صاحبتها وتلعب بها وبمصيرها كيف ما بغات. ولكن من بعد هاد الشيء كامل ومن بعد كاع هاد المعلومات اللي عرفتها الشرطه ووالدين كاميلا، الشرطه ما قدتش تعتقل كاميلا لان في استراليا باش دير واحد ان فو كونط ما كيتسماش جريمه الا ما كانش مرتبط بواحد الجريمه فعليه بحال مثلا الاحتيال المالي. منين واجهوا كاميلا قالت لهم هاد اللعبه انا كنت لعبها مع ريني، وريني كانت عارفه بان برايدن شخصيه وهميه وحنايا كنا غير كنضحكوا. ولكن الشرطه تبتت بان هاد الهضره ماشي حقيقيه وبانه فقط كاميلا بوحدها اللي كانت عارفه بان برايدن شخصيه وهميه. عائله ريني دابا كيناضلوا باش ريني ما تكونش ضحيه ويخرج واحد القانون كيحمي العائلات من الخداع عبر الانترنت ومن الكذوب اللي كيكونوا في الانترنت. من الجانب الاخر كاميلا تزوجات وولدات وليدات وكتلاقى بزاف د المرات والدين ريني في الاسواق المحليه، ولكن ما عمرها ما قدمت اعتذار لوالدين ريني على هذا الخطأ اللي دارت ولا على هذه الجريمه اللي دارت، ولا بينات ليهم بانها قلبها حزين على صاحبتها. منين انتشرت هذه القضيه في الصحافه، الصحفيين وصلوا لهذاك السيد اللي استعملت كاميلا الصوره ديالو في انشاء هذاك الفوكونت ديال برايدن. هاد السيد سميتو كاميرون، وديك الصوره كان خداوها شي ناس هو براسو ما عارفش هذيك الصوره. حتى لهنا تتكون قصتنا انتهت. كنضرب لكم موعد جديد في قصه جديده في السيمانه الجايه.